ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده انا جايبه سمك تونه اللي هي التونه البلدي ديت. سمك هعمله معاكم وهتشوفوا الطريقه اللي انا هعمل بيها ازاي. هعمل شويه بصلصه وهحمر شويه وهنعمل شويه رز. ويا رب الطريقه اللي انا هعمل بيها تعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي. النهارده يا حبايبي انا جايبه سمك تونه كده صغير، هنعمله النهارده مع بعض. انا جايباه مش متنضف، هنضفه انا اهو. هنضفه بقى، انت طبعا كله عارف هيتنضف ازاي. هنشيل الحتت بتاعته ديت ونشيله من هنا، وهنشيل دي الاخرى وهنفتحه. هنضف معاكم واحدتين كده وبعدين ايه الباقي انضفه بقى مع بعض. نجيب كيس كده ننضف فيه اهو، نفتحه بقى كده. وهو هنا كده مفيهوش حاجه، مفيهوش صفا من فوق ولا حاجه. وهنفتحها كده ونشيل النغانيش بتاعته ونشيل القلب بتاعه اهو. هنغسله بقى وننضفه. نعمل معاكم واحده كمان برضو زيها كده. نشيل ده برضو كده ونفتحها وهنضف بقى كله بنفس الطريقه. طبعا الكل عارف ان السمك بيتنضف ازاي. هنشيل النعاميش بتاعته كده ونسيب الراس زي ما هي عشان تدي للسمكه منظر اهي. هننضف بقى كله وارجع لكم اهو يا حبايبي. غسلنا كده ونضفناه اهوت اهو، وغسلناه بملح وبخل وبدقيق. دلوقتي بقى عملنا الدقه بتاعته. طبعا كلنا عارفين الدقه بتاعته بتتعمل ازاي. اهي الدقه اهي عملناها، طبعا كلنا عارفين احنا بنعملها ازاي وعملناها كذا مره معاكم يعني. هنحدقه بقى كلته كده، هبدأه كله كده. هنفتح قلبه كده ونحط الدقة في قلبه، نحضره بقى كله. متنسونوش بقى يا حبايبي باللايك، كل اول مرة يشوفني يشترك في القناة. هنحضره كله بقى عشان مطولش عليكم. اما اخلص اوريهولكم. وعصرت عليه ليمون. هنجيبه بقى نعمله في الدقيق كده، نحط طبق فيه شوية دقيق ونلفه كده في الدقيق كله اهو. ونقوم خابطينه فين على السمك اللي هو التاني عشان ما يشربش الدقيق، ما يشربش، ما يوسخش الزيت اهو. هنلفه بقى كلته كده. نعمله بقى كله. احنا حاطين الزيت على البوتاجاز يسخن. نعمل بقى اللي ايه الكميه كلها، نتبلها في الدقيق كلها كده عشان نيجي نحمره. الزيت الدقيق ما يقعش في الزيت ويخلي الزيت مش نظيف. اهو لفينا دمت اهوت، وهنكمل بقى الباقي ونروح بقى عشان نحمر على طول. يا حبيبي الزيت بتاعنا سخن اهو. نحط بقى فيه نرص كده واحده جنب واحده. بس كده احمر بقى، نقلب الناحيه التانيه ونرجع له. اهو يا حبايبي احمر اهوت، نقلبه بقى الناحيه التانيه. اهو يا حبايبي انا سخنت شويه زيت كده وحطيت فيهم
زيت، وكان عندي مرطة حطيت معلقة سمنة كانت على وش المرطة كده، سمنة زبدة هي اللي عاملة الفوران ده. والبصل اهيت حطيتها تحمر بقى وارجع لكم تصفر كده مع بعضنا. حطيت بقى على البصلة ونسيبها كده تتسبك مع بعضها. نحط لها بقى التوابل بتاعتنا. نحط شوية ملح شوية كمون ومعلقة قرفة، بس كده هي دي التوابل بتاعتها. نسيبها بقى تتسبك كده مع بعضها. نحط شوية فلفل اسود نسيبها بقى تتسبك كده مع بعضها، وبعدين نبقى نرجع لكم. اي حبايبي السمك احمر اهوت، نقلبه بقى الناحية التانية. احمر الناحيات ونقلبه الناحية. اي حبايبي الصفايه استوت اهيت، نحط بقى على الرز. نقلب بقى الرز كده على بعضه. اي حبايبي بقى احمر اهو، بقى نطلع ده ونحط بقى اللي بعده. ونحط شويه زيت عشان الزيت مش كتير، انا مبحبش احط السمك في زيت كتير عشان الزيت اللي بيتبقى بيترمي، انا مبحبش احط زيت كتير. نحط بقى الفرن اللي بعده، وبعدين نبقى نرجع لكم تاني. الرز بتاعنا استوى اهو هنغرب بقى. والسمك بتاعنا خلصناه، وعملت شويه كده في صلصه اهمت. هنغرب بقى وبعدين اوريكم. يا حبايبي، يا رب اكلنا بقى النهارده يعجبكم. قولوا لي ايه رايكم فيه. ده السمك اللي احنا حمرناه في الزيت اهوت، وده الرز اللي احنا عملناه مع بعض. وعملت شويه سلطه خضره كده، وعملت ده برضو عشان خدت شويه سمك من اللي كانوا معانا كده، عملتهم بصلصه كده في الفرن. ويا رب اكلي بقى النهارده يعجبكم. متنسونوش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.